السلام عليكم ومرحبا بكم في البودكاست بغيت ندوي معكم بشرى. واليوم غنهضروا على الموضوع اللي بدا كيتشهر بزاف في عالم ديال طب النفس، الاوتروفيرت. يمكن بزاف ديال الناس سمعوا بالكلمه الاكستروفيرت، يعني الانسان المنفتح اللي كيعيش اللمه والناس والطاقه الاجتماعيه، والانتروفيرت يعني الانسان اللي كيرتاح في العزله وكيشحن الطاقه ديالو. ولكن مؤخرا طلع واحد المفهوم جديد، اوتروفيرت. الاطباء النفسانيون بداو كيقولوا باللي كاين نوع ديال الشخصيه ما كيتصنف لا هنا ولا لهيه، يعني ماشي خاصو العزله باش يرتاح وماشي خاصو الناس باش يعيش. الاوتروفيرت يقدر يكون بخير وهو بوحده، ويقدر يكون بخير حتى وسط المجتمع. هاد النوع ديال الناس كيعجبهم يحضروا المناسبات، يتبادلوا تجارب ويعيشوا لحظات اجتماعيه، ولكن حتى ملي كيبغيو يجلسوا بوحدهم ما كيحسوش بالوحده ولا بالعزله. بالعكس عندهم واحد التوازن نادر، يقدر يعيش بين العالم الداخلي والعالم الخارجي بلا ما يضيع راسو. واش هذا المفهوم جديد فعلا؟ بصراحه علم النفس كان فيه مصطلح قريب بزاف، امبيفيرت، اللي هو شخص اللي عنده خليط ما بين الانفتاح والانطواء. ولكن مصطلح اوتروفيرت جا باش يوضح اكثر هذا التوازن، ماشي غير خليط ولكن طريق عيش طبيعي فين الانسان ما كيحتاج يختار انا شنو بالضبط. بالعكس هو كيمشي مع الموجه على حساب الموقف. علاش مهم نهضروا عليه؟ حيت بزاف من الناس كيبقاو ضايعين، انا ماشي اجتماعي 100% وفي نفس الوقت ماشي انطوائي 100%، كيظنوا راسهم غرابين ولا ما مفهومينش. ولكن الحقيقه كاين واحد النوع ثالث، والطبيعه ديالهم هي هاد المرونه. مثال صغير، واحد الشخص يقدر يحضر عرس ويستمتع باللمه والضحك، ولكن من بعد يقدر يدخل للدار ويقرا كتاب ويجلس بوحده ويكون مرتاح، ما عندوش ديك الضغط باش يختار بين العزله ولا اللمه. الخلاصه الاوتروفيرت هو الانسان اللي كيلقى الراحه ديالو في العزله وفي اللمه، يقدر يعيش مع الناس ويستمتع، ويقدر يعيش مع راسو ويكون فرحان. هذا النوع من الشخصيه كيوريونا باللي التوازن ممكن، وباللي ماشي ضروري نحبسوا راسنا في صندوق واحد، انا انطوائي ولا انا منفتح. دابا كاين الاوتروفيرت. انا شخصيا كنشوف الموضوع مهم وحسيت خاصني نشاركه معكم. وإلا عجبكم كتبوها لي في لي كومونتير وقولوا لي واش نتوما انتروفيرت، اكسترافيرت ولا اوتروفيرت. إلا عجبكم خليوا لي كومونتير، واش بغيتوا نحافظوا اكثر على المواضيع ديالنا فحال هكا. نتمنى نكون خفيفه على قلبكم ونتلاقاو في كابسول جايه. See you.